انا عارف انك اول ما شفت العنوان استغربت شويه، هو ايه ده؟ لكن صدقني مفيش حاجه معبره عن الحلقه اكتر من الكام كلمه دول. طيب نبدا كلام في الموضوع ازاي؟ بص هقولك على حاجه، شايف المشهد اللي قدامك ده؟ احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. انت لو حد مش دايس قوي في السوشيال ميديا والجو بتاعها هيبقى بالنسبه لك المشهد ده مشهد عادي من فيلم مرجان احمد مرجان، ده غير انك يمكن تبقى مش فاكر المشهد من فيلم ايه اصلا، وما افتكرتش الا احمد السعداني قال الاسم، لانه يعني مشهد عادي جدا ويكاد يكون لا يذكر كمان. وفي مشاهد تانية من نفس الفيلم اقوى منه بمراحل، لكن خليني اصدمك واقول لك ان المشهد العادي جدا ده طلع منه شويه ضحك وكوميديا تنافس اللي اتعملت في الفيلم ويمكن تعديها كمان. وده حصل يا معلم بسبب الميمز او الكوميكس، يعني لو انت قديم شويه، اللي هي الصور اللي بتبقى عباره عن مشهد من فيلم او صوره لشخص وبيتحكي من خلالهم حاجه، والحاجه دي بتبقى عباره عن مواقف بتحصل مع اي حد تقريبا، زي اننا مثلا ندور على النضاره واحنا لابسينها، او نتغطى بكل البطاطين في الحر ونشغل المروحه، ومواقف كتير من اللي بتقابلنا في حياتنا اليوميه. انا مش جاي احكي لك تاريخ الميمز ولا طبعا جاي اشرح لك ده يعني ايه، انا جاي اكلمك النهارده عن ظاهره، حرفيا ظاهره بكل معنى الكلمه، وهي الميمز بتاعت عادل امام. مجموعه الصور العشوائيه دي المنتشره في كل حته على النت المصري ويمكن الاجنبي كمان، ودي مش مبالغه، في اي ابلكيشن بتستعمله ايا كان هتلاقي الصور دي متواجده فيه، وغريبه يا اخي، وعلى عكس اي ترند ما بتموتش ولا بتقدم. احنا بقالنا تقريبا 3 4 سنين بنشوف باستمرار ميمز وكوميكس معمولين على مشاهد لعادل امام، والموضوع من كتر ما بقى منتشر وصل لمستويات غريبه، لدرجه ان الناس اللي بتعمل الكلام ده سابوا مشاهد عادل امام في افلامه ومسلسلاته ودخلوا على صوره في الحياه الحقيقيه. يعني مثلا دي صوره اتاخدت فجاه لعادل امام في عز الله يرحمه سعيد صالح. اخواتنا بتوع الميمز بقى خدوا الصوره دي وحولوها من مجرد صوره عاديه في عزا ل الدنيا رجاله انا نجحت، على الدنيا رجاله انا خطبت، وهكذا. الحوار يضحك ودمه خفيف بس يعني دي صوره في عزا يا شباب، مش كده؟ في ايه؟ قصه عادل امام والميمز يا سيدي ملهاش بدايه واضحه نتكلم فيها، ده اللي وعينا عليه يا معلم من ايام الكوميكس ما جت من عند الاجانب، من الاول خالص واحنا بنشوف ميمز من افلام عادل امام. بس المختلف بقى والمميز في الحوار اخر فتره انه ما بقاش ملتزم بس بالافيهات والكلام اللي عادل امام بيقولهم. يعني الاول كنت تكتب فكره الميم او الكوميك بتاعك ويبقى الرياكشن عليه حاجات زي يا جدع الله العظيم مالكش حق، او مثلا الراجل ده عبيط جدا وهو عارف انه عبيط. لكن دلوقتي الميمز بقت تخلق كلام على لسان عادل امام وبينتشر على اساس ان هو اللي قايله. الراجل اكيد ما قالش هنا يعني هو ده الكلام التمام، ولا اكيد قال هنا برضو هريح لي حبتين، لكن من كتر ما الكلام انتشر بسببه نسينا خالص ان مش هو اللي قايله. ده غير ان في حوار تاني اننا ما بقيناش نعرف نشوف المشهد كمشهد عادي. يعني انت مثلا لو ماشي في الصاله ولقيت المشهد ده من فرقه ناجي عطا الله شغال هتلاقي نفسك بتقول تلقائي كده، انت تلاقيك قلتها اصلا وانا بعرض لك المشهد ما تنكرش. ويا سلام لو ماشي في نفس الصاله ولقيت مرجان احمد مرجان، الفيلم اللي نقدر نقول عنه وبلا شك اكتر فيلم اتعمل عليه كوميكس في تاريخ السينما المصريه، وبالذات المشاهد بتاعه الماتش اللي اتعمل عليها كوميكس في كل المناسبات الكرويه اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. بس نسيبنا من ده كله ونيجي لاهم مشهد واهم ميم واللي كلمتك عنه في اول الحلقه. المشهد عباره عن الاخ محمود من اسره نور الحق بيقدم الاخ مرجان احمد مرجان للزملاء، مشهد عادي جدا زي ما اتكلمنا من شويه، لكن تحصل معجزه بقى يا معلم، وده يبقى واحد من اشهر الكوميكس في النت المصري واكترهم استمراريه، والمشهد اتحول من كام كلمه اتقالوا لقصص ومغامرات مرجان وصديقه حوده، واللي الفيلم كله اصلا ما جمعهمش في مشاهد كتير ده بالمناسبه، لكن الكوميكس بقى جمعتهم وفي مشاهد كتير قوي كمان، وبقى في جروبات وبيدجات معموله مخصوص عشان بس تنشر مغامراتهم. في جزء مظلم كده من النت المصري لسه عايش على الميمز بتاعت مرجان وحوده لحد النهارده، ورغم كل التطور اللي وصلنا له كوميكسويا لسه برضه بيعجبهم الحوار ده. الواحد بيبص للمشهد ده ويستغرب الصراحه، طب هو ازاي وليه اخد الشهره دي كلها؟ ومين اول حد اصلا في الحياه فكر يستعمله؟ وزي ما قلت لك ده مش المشهد الوحيد في الفيلم، ده الفيلم معبي. المشهد ده ومشهد الامتحانات ومشهد مجلس الشعب ومشهد الشعر ومشاهد مرجان مع دبور، وطبعا وبلا شك مشاهد الماتش اللي من كتر ما كانت مسمعه جدا في المجال الرياضي في ستور معين كده قرر انه يطبع تيشيرت مرجان بتاع جامعه المستقبل ويبيعه من كام سنه، والموضوع كان عليه اقبال يعني من الناس والتيشيرت اتباع. وانا مش عارف الجماعه بتوع حقوق الملكيه الفكريه ما اتكلموش في الموضوع ازاي بصراحه، ولا هم يعني فالحين يتشطروا على بتوع اليوتيوب الغلابه اللي بياخدوا لهم مشهد ولا مشهدين يحطوه في فيديوهاتهم بس. لا ده كوسه بقى بصراحه. المهم يا سيدي، وبعيدا عن المشاكل الشخصيه، وبجد بقى هو من امتى عادل امام بقى منتشر بالشكل الضخم ده على النت المصري؟ انا عارف ان احنا قلنا من شويه ان الموضوع ملوش بدايه، لكن انا قصدي باللي ملوش بدايه هي الفكره نفسها. يعني انا مش فاكر امتى اول ميم نزل على عادل امام، لكن اكيد فاكرين بدايه الانتشار كانت منين. الحكايه كلها بدات سنه 2021، السنه اللي كان فيها رمضان، والاول مره من 9 سنين ما فيهوش عادل امام، ما كانش مقدم حاجه
نهائيا بعد ما كان بيحرص انه يتواجد كل سنه في رمضان بشكل متواصل من بعد نجا عطله، لكن يعني لظروف معينه الله اعلم بيها هو ما عملش مسلسلات من ساعتها ولحد النهارده. بس المهم في اول كام يوم من رمضان كده او يمكن قبلها بشويه انتشرت الصوره دي، واللي كان بيتم استخدامها في انك لو بتعمل الحاجه المعينه يبقى انت كده راجل جدع ومحترم ومتربي مرتين كمان. يعني مثلا لما تشوف نفسك بتعمل لايك وسبسكرايب وبتشوف القديم وتستنى الجديد، اعرف انك راجل شبعان وقلبك نظيف وتربيت احسن تربيه. الفكره ان ده اصلا مش مشهد حتى، دي صوره عشوائيه كده لعادل امام ما تفهمش جابوها منين، وعملوها بطريقه حكم فيسبوك عميقه 2010. المهم يا سيدي انتشرت الصوره دي من هنا وعينك ما تشوف الا النور. عادل امام بقى في كل مكان على النت، وبجد دي مش مبالغه. انتشار صور وفيديوهات الزعيم في وقتها كان حاصل بشكل مرعب الحقيقه. الراجل كان قاعد في بيته كده برنس وما بيبذلش اي مجهود، واسمه بيتكرر في كل حته، وصوره مغرقه السوشيال ميديا. الدنيا كلها بتزحف عشان الترند واللقطه، والزعيم جاله الترند لحد باب بيته وهو قاعد زي الباشا بيشرب خربوش الشاي. بعز الشاي انا قوي. ومن ساعتها بقى شيء لازم واساسي اننا نشوف عادل امام في اليوم بتاعنا. بس برضه ده كان بيحصل في العادي، يعني انت كده كده عادل امام في يومك مفيش كلام. اظن انت ما تفتكرش يوم او يا عم اسبوع عدى عليك من غير ما تشوف عادل امام. عارف مثل الحاضر الغائب؟ اهو عادل امام بقى حاضر ودايما حاضر وهيفضل حاضر حتى لو كان غائب. لو قاعد في البيت بقاله 5 سنين وطول المده دي ما ظهرش قدام كاميرا التليفون حتى، هيفضل برضه مؤثر وحاضر معانا، هيفضل برضه متواجد. ودي الحاجه اللي كان بيسعى ليها دايما، انه يبقى متواجد. عادل امام الممثل الوحيد اللي عمرك ما تلاقي حد بيقول عليه من نجوم الزمن الجميل او الممثل القديم ده، وده لانه كان بيحرص دايما انه يبقى مواكب وما يبقاش بتاع الزمن الفلاني، هو بتاع كل زمن وكل وقت، ويعرف يعيش ويتعايش ويشتغل في كل فتره. عمره ما كان بيلاقي في الموضوع ده مشكله نهائيا. مش ثابت يا معلم، شكله متجدد دايما ومتغير على حسب السوق بيقول ايه. السوق عايز افلام تجاريه فيها حاجات معينه عشان تنزل وتجيب فلوس، قشطه. السوق عايز سياسه وتخبيط ودشمله وهميه في اللي فوق، عز الطلب. السوق عايز بطل شعبي، يا عم ماشي. السوق عايز شباب، طب ما حلو ده. عادل امام كان مهتم بكل الاطراف، وكان بيعرف ازاي في كل مره يرضي الكل وما يزعلش حد، وعشان كده عارف يستمر لاطول وقت وما يبقاش نجم الفتره المعينه، لانه ببساطه ملوش تصنيف ولا شكل. مش عادل امام الكوميديان، ولا عادل امام معشوق محنكين السينما، ولا عادل امام بتاع يسرى واللبلبه والاسبانكات والافلام التجاريه. هو عادل امام كده بس. فانت مدرك استمراريه الراجل وصلت لحد فين؟ الراجل بدا من ايام ما كان التلفزيون ده حاجه كبيره جدا ولسه نازله، وفضل مستمر في النجاح لحد ما نفس الحاجه الجديده دي بقت قديمه. الحاجه قدمت وراحت عليها وجه اللي احسن منها وهو لسه. لكن برضه دي مش حلقه عن ليه هو مستمر والكلام ده، احنا عندنا موضوع برضه ليه هو ماده خام للميمز بالطريقه دي. الموضوع وصل ان الناس تتمنى انه يظهر في مشهد او صوره او اي حاجه جديده لمجرد بس انهم يطلعوا بتيمب جديد يعملوا عليه الكوميكس اللي هم بيحبوها. ايه السر ورا كل ده؟ الحوار كله ان عادل امام عنده مؤهلات تخليه مناسب ومناسب قوي كمان للموضوع ده. ومن المؤهلات دي انه حرفيا عنده مكتبه ضخمه فيها كل حاجه، هتلاقي كل التعبيرات اللي ممكن انسان يعملها في اي موقف موجوده. اللي هو احنا ممكن نلغي الكلام بالحروف ونتكلم بالعادل امام، او يا عم نلغي الكلام بالايموجي بلاش الحروف يعني. وغير تعبيرات الوش برضه، فهو حرفيا عمل كل المواقف اللي تعرف تحكي بيها ميم. عارف اللي يقول لك عمرو دياب غنى عن كل حاجه في العلاقه، او عادل امام بقى غنى عن كل حاجه في الحياه عموما. اغلب الوقت بتبقى مش محتاج تعمل ايديت على المشهد عشان يناسب حكايتك، لا هو معمول جاهز. يعني بص هنا بيبدا يتكلم في موضوع ولسه بيمهد، قام اشرف عبد الباقي مسبق وقايل ايه؟ مع العلم حضرتك انت عملت ده في مشهد. هي الفكره في كده بقى، انت عملت كل المشاهد اللي ممكن تعدي عليا في حياتي، وعملت برضه كل ردود الافعال اللي ممكن اخدها. انت تقدر بسهوله تلاقي مشهد او صوره لعادل امام بيوصفوا حالتك المزاجيه دلوقتي ايا كانت هي ايه، او يبقوا شبه موقف لسه معدي عليك حالا. ما كميه الافلام والمسلسلات والمسرحيات اللي عملها مش شويه برضه، فالطبيعي انه يبقى يعني قايل كل حاجه. وده مخلي الشباب بتوع الكوميكس مش بيغلبوا معاه عشان يعملوا شغلهم، لانه يغلبوا ليه؟ ده في محتوى ما بيخلصش وكتاب مفتوح على وسعه معاهم. وبرضه خلينا نقول ان المتلقي مش هيبقى عنده اي مشكله، لا مفيش كده خالص. يعني الكل مرحب ومبسوط ومحدش عنده مشكله نهائيا. الراجل اصلا يعني تحب تبص له كده، هو ما شاء الله من الناس اللي بيدخلوا القلب من اول نظره. يا عم سيبك من اختلافك مع ايا كان وحاول ما تنكرش ده. اي حد في العادي لو شاف عادل امام كتير مش هيبقى متضايق منه خالص، فقشطه يعني. اصل انت من اول ما بدات تدرك الدنيا ماشيه ازاي حواليك وانت بتشوف عادل امام. انا واللي قدي واللي اكبر شويه واللي اكبر شويتين وعينا على الدنيا ولقينا عادل امام موجود قدامنا، وتعودنا اننا نشوفه اكتر ما بنشوف اهلنا واصحابنا اساسا. فحته ان احنا نلاقي على التليفون واحنا بنقلب دي مش حاجه جديده، احنا بالفعل مرينا بده قبل كده، فما بنتضايقش منه. يعني ده الزعيم برضه، واللي هو عيد ميلاده النهارده بالمناسبه، او يعني في الوقت اللي انت بتسمعني فيه 17 مايو. اتمنى تكون الحلقه طلعت بشكل كويس. وبس كده انا خلصت كلامي. كل سنه وانت طيب يا استاذ عادل، وشكرا على كل حاجه.
تربتتتتي تربتتتتو تربتتتتي تربتتتتو تربتتتتي تربتتتتو تربتتتتي تربتتتتو